يلا بينا نستغل موسم البرتقان ونعمل منه احلى كيكة برتقان. هعرفكم ازاي تطلع معاكم مرتفعة بالشكل ده وهشة كمان. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. في بولة هننخل 2.5 كوب من الدقيق. بعد كده هنضيف عليهم كيس بيكنج باودر. هقلبهم كويس علشان كل المكونات تتداخل مع بعضها وهنسيبهم على جنب. هنجيب برتقانة متوسطة كده في حجمها وقشرتها كمان بتكون ناعمة. هقطعها من تحت ومن فوق وهشيل الألياف بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنخلي البرتقانة طبعا بقشرتها. هنجيب الخلاط وهحط فيه 4 بيضات و1.25 كوب من السكر. هضربهم كويس جدا لحد ما الخليط ما لونه معايا يفتح ويعمل رغوة وحجمه كمان يزيد. ده كده شكل الخليط بعد ما ضربته. هنضيف عليه البرتقانة اللي انا قطعتها. كمان هنضيف كيس فانيليا عادي او فانيليا بالبرتقال. انا عملتها هنا بفانيليا البرتقال علشان بتعزز معايا الطعم. لو مش متوفر عندكم خلاص حطوا من الفانيليا العادية. كمان هضيف نص كوباية من المية. وهو الخلاط شغال هضيف نص كوباية من زيت الذرة. هنزله زي السرسوب كده وهضربهم لحد ما البرتقانة تنعم كويس جدا معايا وما يكونش فيها اي اثر. بعد كده هجيب صينية مقاس 24 هدهنها زبدة. انا مدوباها وعليها رشة من الدقيق بوزعها بالشكل ده. هجيب بقى الخليط السائل اللي عندي اللي احنا ضربناه هحطه على الخليط الجاف وهقلبهم باتجاه واحد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحطهم في الصينية وهدخلها فرن ساخن قبلها على 180. هحطها على الرف الاوسط هسيبها لمدة 5 دقايق. بعد كده هبدأ ان انا اوطي النار على 160 وهسيبها نص ساعة. ما بنفتحش عليها علشان نختبرها قبل 20 دقيقة علشان ما تهبطش مننا. بختبرها بخلة من الخشب من النص واشوفها لو الخلة طلعت نظيفة يبقى كده خلاص الكيكة استوت. وبسيبها تبرد تماما. كده خلاص وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.